توصية خاصة بما لوحظ في المدة الأخيرة أن هناك نشاط من دولة إيران داخل ليبيا، نشاط مشبوه، نشاط سيء. صارت الآن كتب الشيعة والدعوة إلى التشيع تنتشر في البلاد، وتوزع كتبهم في المساجد، ويقوم معارض لنشر دعواتهم وأفكارهم. وهم أيضا الآن يستدرجون الشباب وعامة الناس بدعوات مجانية لزيارة إيران وإغداق النعم عليهم والهدايا وتضييفهم في فنادق فاخرة مرفهة، ويظهر لهم التودد وأنهم من أهل السنة وأنهم مع أهل الحق وأنهم ليسوا كما يشاع عنهم أنهم ناس متعصبين ولا أنهم كذا، وأنهم يريدون الخير ومستعدين أن يعينوا ليبيا وأن يعلموا الناس. وحتى أنهم يقول عندنا معاهد لتدريس المذهب المالكي في إيران. ضاقت الدنيا، ندرس المذهب المالكي في إيران أيها الناس. هذه مسائل دعوات خطيرة، دعوات مشبوهة. على أبناء الوطن أن ينتبهوا لهذا وأن يحذروا من هذا.